السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي تالتة ثانوي، يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ بأي حاجة زي ما انتم عارفين صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. النهاردة بكل بساطة هنبدأ أول حصة لينا على المنصة، والمنصة دي حاجة جميلة جدا جدا جدا. دلوقتي تدخل تقدر تكتب على جوجل ماسيو سعيد جمال، هيظهر لك الشغل بتاعنا بكل بساطة. انت دلوقتي في أول كورس في منهج تالتة ثانوي، اللي هو كورس هنسميه كورس الفرنساوي. كورس الفرنساوي من الزيرو، من الصفر يا باشا. تمام كده، وده أول شهر ودي أول حصة في الكورس ده بإذن الله. أنت دلوقتي اشتركت في أول شهر، وعن طريق الاشتراك في أول شهر ده هيظهر لك أول حصة اللي هي دي أول حصة في الكتاب بتاعنا، أول حصة على المنصة بالنسبة للكورس بتاعك اللي أنت تقدر تاخده من دلوقتي لحد يوم الامتحان إن شاء الله. هتركز معايا بكل بساطة، هتلاقي الدنيا جميلة والدنيا سهلة قوي. الموضوع سهل فوق ما تتخيل. أنا بكل بساطة جاي لك الحصة دي عشان أفتح نفسك، أطمنك يعني بنسبة كبيرة من الفرنساوي. في ناس قلقانة، وفي ناس خايفة، وفي ناس متوترة، وفي ناس بتقول ان احنا مش هنلحق نخلص، في ناس بتقول احنا هنبدأ من الصفر قوي فاحنا برضو مش هنلحق نخلص، في ناس بتقول الوقت قليل جدا كالمواد التانية والفرنساوي. لا، احب اطمنك على فكرة، ال5 شهور دول يعملوا حاجات كتير قوي قوي قوي، وان شاء الله خير وربنا يوفقكم بإذن الله. ويلا بينا. اول حاجة نتكلم عنها هي الكتاب. بكل بساطة الكتاب بتاعنا اللي هو كان موجود دلوقتي، بس عدد النسخ يعني راح كله عن طريق شركة الشحن، مش موجود معايا نسخة حتى. ان شاء الله الحصه الجايه اللي هي الحصه الثانيه هتلاقيها باذن الله. تمام. بالنسبه بقى يا بطل، بالنسبه للكتاب، الكتاب موجود عندك نفس اللي انا هشرحه هنا قدامك بالظبط. اللي بيظهر هنا قدامك هو اللي بيظهر فين؟ في الكتاب. تمام كده. فانت دلوقتي تقدر تطلب الكتاب عن طريق الموقع بتاعنا، عن طريق المنصه. تدخل على المنصه تشتري الكتاب ويوصل لك، او انك تكلمنا على رقم الواتساب 012 02 15 80 24، وتقدر تشتري الكتاب وبرضه يوصل لك لحد باب البيت عن طريق شركة الشحن. بس تاني نقطة حابب أتكلم عنها اللي هي مذاكرة الحصص. مذاكرة الحصص بكل بساطة مش هتاخد منك وقت، مجرد إنك تفهم معايا هنا هتلاقي الدنيا جميلة قوي وسهلة قوي بالنسبة لك. ليه؟ طيب عشان إحنا بنتكلم بفهم، الموضوع مش صعب. خاصة أول حصة عليها عامل كبير قوي 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 من الشهور اللي جاي. أول حصة إزاي هنعمل إيه؟ طب فيها إيه اللي هيحصل فيها؟ هنتعلم مع بعض الحروف وإزاي ننطق الحروف. هنتعلم مع بعض إزاي ننطق كام كلمة، وهناخد حاجة اسمها قواعد كلمات. يعني إيه قواعد كلمات؟ مش قواعد كلمات بقى، قواعد النطق على الكلمات. ناخد قواعد نطق، إزاي ننطق الحرف ده مع الحرف ده يتنطق إيه، 3 حروف دول لو جم ورا بعض يتنطقوا إيه. جميل. وهكذا. الفرنساوي هنعمل نظام حاجة النهاردة هنستهجى. لو أنت صفر حرفيا ومش بتعرف تقرأ، فدي طبعا هتسبب لك مشكلة إنك مش تعرف تحفظ الكلمات. فاحنا جاي لك النهارده عشان نخليك تعرف تقرأ الكلمات، عشان تحفظ الكلمات. بعد كده تلاقي الجرامير عندك والقواعد سهلة يا بطل. يلا بينا. بكل بساطة بقى عايزك تركز معايا. يلا بينا. أول حاجة أنا بادئ بحاجة اسمها ريفيزيون دو لا جرامير. ريفيزيون دو لا جرامير يعني مراجعة على القواعد. طبعا هي مش مراجعة سريعة، ده أنا مش سايب لك بص فسواية كده، فاهم أنت؟ يعني حتة الفسوة دي كده أو الفسواية دي أنا مش سايبها. أنا معرفش هي إيه فسواية، أنا مش شغال يعني. قواعد الصف الأول والتاني، يعني أعمل لك قواعد الصف الأول والتاني. الكتاب عندنا بادئ بكل بساطة أهو. أول حاجة أبدأ لك بقواعد الصف الأول والتاني. بعد كده يا بطل إحنا ماشيين بقواعد أولى قواعد تانية، بعديهم كلمات أولى وكلمات تانية. يعني أول جزء في الكتاب بتاعنا ده هتلاقي أنت شرح منهج أولى وكلمات، شرح منهج تانية وكلمات. طب والحل والتمارين برضه موجود، زائد إن الكتاب مقسوم نصين. أول 100 ورقة أو 110 ورقة دول شرح بس، شرح التمارين برضه بأسئلة في امتحانات عادي في النص. طيب ال110 نص الكتاب التاني، يعني الكتاب 210 ورقة، نص الكتاب التاني ده مليان حل بقى، حل أسئلة كتير قوي قوي قوي، امتحانات ثانوية عامة، امتحانات أزهر، امتحانات سودان، وهكذا. أفكار كتاب ميرسي، أفكار كتاب المعاصر، أفكار كتاب برافو، أفكار كتاب بونجور وبونسوار. 5 كتب خارجية فيهم أفكار كتير حاطينهم في الكتاب ده. يلا بينا. بقول لك السلام عليكم، عاوزك تركز معايا كده. بقول لك السلام عليكم، عاوزك تركز معايا جدا، لأن هنبدأ من أول الحروف واحنا ماشيين تدريج واحدة واحدة، وانت هتلاقي نفسك فاهم كل ايه، فاهم كل حاجة. يبقى انا بقول لك اهو، عاوزك تركز معايا عشان نبدأ من اول حروف واحنا ماشيين مع بعض واحدة واحدة، عشان احنا هتلاقي الدنيا سهلة وانت تدريجي كده هتلاقي نفسك فاهم كل حاجة. طب يلا بينا. اول حاجة عايزك تمسك قلم ورقة. دلوقتي انت لسه مجالكش الكتاب ودي اول حصة بالنسبة لك. امسك قلم ورقة يا بطل بالنسبة لك كده، هتلاقي الدنيا جميلة. يعني نعمل بيهم ايه يعني؟ اقول لك انا هتكتب معايا حاجة اسمها قواعد النطق. قواعد النطق يعني ايه قواعد النطق دي بكل بساطة؟
يعني رقم 1 لو شفنا الحرف ده بيتنطق كذا، لو شفنا الحرفين دول مع بعض بيتنطقوا كذا، وهكذا. يلا بينا. يبقى اكتب كده أول نقطة بقى عندك، أول نقطة تقدر تسجلها في قواعد النطق بتاعتك. ركز معايا، ركز معايا. آخر حرف في أي كلمة فرنسية ما بيتنطقش. آخر حرف في أي كلمة فرنسية ما بيتنطقش. اكتب معايا، آخر حرف في أي كلمة فرنسية ما بيتنطقش إلا 4 حروف. إلا 4 حروف. مين ال4 حروف بقى دول اللي بيتنطقوا؟ يبقى آخر حرف في أي كلمة فرنسية ما بيتنطقش ما عدا 4 حروف لو شفناهم بيتنطقوا. طب يلا، مين ال4 حروف؟ أنا لخصتهم لك في كلمة الأصفر اللي هي لام وصاد وف ورا. تعال نشوف الحروف. الكلمات دي، الكلمة دي هتدينا حروف إيه بالفرنساوي؟ اللام تدينا ال، يبقى حرف ال يتنطق. طيب الصاد تدينا ايه؟ تدينا سي، يبقى حرف السي برضه يتنطق. الف تدينا اف، والراء تدينا ار او اغ. جميل. يبقى ال او سي او اف او ار دول لو شفناهم في اخر اي كلمه بيتنطقوا. بس كده؟ بس كده. ال سي اف ار. كده بكل بساطه الموضوع سهل جدا بالنسبه لك. يلا، الأصفر يبقى آخر حرف في أي كلمة فرنسية ما بيتنطقش إلا 4 حروف. إلا 4 حروف ال سي اف اغ، اللي هي الار، اللي هي الار. طيب تمام، يا سلام يا باشا، الدنيا كده سهلة وجميل. إن شاء الله. يلا بقى يا بطل ركز معايا. تمام، إحنا عايزين بقى نطبق على كلمة، ومن الكلمة دي، من خلال الكلمة دي نعرف إزاي ننطقها، وفي نفس الوقت ناخد قواعد نطق زيادة. يعني كل شوية نقول قاعدة نطق، ازاي تنطق. هتلاقي النطق اتظبط عندك شويه. اي نعم مش من اول حصه بنسبه 100%، بس اول حصه مع تاني حصه مع تالت حصه هتلاقي في فرق كبير. فلما تيجي تحفظ هتلاقي في فرق اكبر، وهكذا. يلا بينا. بكل بساطه انا عايز منك مثلا، انا كسعيد جمال عايزك تطبق مثلا على الكلمه دي. الكلمه دي يعني ايه؟ الالفابي فرونسي، يعني الحروف الابجديه باللغه الفرنسيه. اول حاجه انا محتاجك تركز عليها ال ابوستروف دي. يعني ال ابوستروف حاجه اسمها اداه معرفه. واداه المعرفه دي بكل بساطه هناخدها الدرس الجاي، يعني الحصه الجايه. فانا مش محتاجها دلوقتي خالص، اكنك ما شفتهاش. تمام يا عم؟ خلاص يا ماشي، ما تزعلش نفسك. ركز بقى على الكلمتين دول، وبناء على الكلمتين دول هناخد قواعد نطق كتير هتكتبها دلوقتي. ماشي؟ يلا يا عم. اول كلمه قدام اهو، تعال نطبق عليها بالراحه قوي كده، اللي هي الفا بي. ليه اتنطقت كده؟ تعال نطلع منها. انا عاوزك تمشي معايا كأننا احنا صغيرين كلنا مع بعض كده، صغيرين في السن، واما كانوا بيعلمونا بنستهجى الكلمات، نجيب الحرف ده مع الحرف ده ونستهجى. مثلا المياه، الشمس، فاهم انت؟ القمر، العربية. فانت بتقعد تستهجى. حتى انا اسمي سعيد، لما كنا يعني بيقولوا لي اسمي وانا صغير، سين مع عين سعيد، من هنا لبكره بقى، فاهم؟ هم اللي احنا نقراها في الاخر. نفس الفكره بالظبط. انت حروف الفرنساوي محتاج انك تحط الحرف ده على الحرف ده عشان يطلع كلمه في الاخر، وهكذا. تحاول تجمع الحروف، تعملها زي المشبك كده، بتشبكها في بعضها لحد ما تطلع الكلمه نطقها صح. تمام كده؟ يلا بينا. اول حاجه عندنا حرف، مثلا حرف اسمه حرف الآ. حرف الايه؟ الآ. هو اسمه ايه بالانجلش؟ اسمه ايه هنا، اسمه هنا اسمه هنا اسمه جميل. طب ركز معايا. حط حرف ال. حرف الايه؟ ال. حرف الآ بعد كده ال، تبقى ال. جميل. بعد كده البي والاش. الاتنين دول على بعض بيتنطقوا ف. يبقى الاتنين دول على بعض بيتنطقوا ف. طبعا انت بتكتب معايا. حلو. يبقى الف. جميل. طب ركز معايا. بيقول لك ايه بقى؟ حط حرف الآ تاني. تبقى الفا. طب حط حرف البي. دي اسمها بي بالفرنساوي. الفب. اكتب قاعدة نطق عندك جديدة تاني، ان الاو، حرف الاو ده، يعني الاو يعني التي، قصدي الاي بالانجلش لما يجي بعدها تي تتنطق على بعضهم كده، الاتنين مع بعض دول بيتنطقوا ايه. اكني بقول لك انت عاوز مني ايه. جميل. تبقى الاو يجي بعدها حرف التي اللي هي الاي بالانجلش، لما يجي بعدها تي تتنطق على بعض كده، الاتنين حرفين دول يتنطقوا ايه. تبقى الفا بي.
الفا ب. جميل، سهله وجميله وخفيفه. طب يلا بينا اللي بعد كده، كلمه فرنساوي. كلمه فرنساوي هنقسمها لجزئين، يعني كلمه فرنساوي دي هنقسمها لجزئين. هناخد اول 4 حروف ننطقهم ككلمه، تاني 4 حروف ننطقهم ككلمه. بنسهل الكلمه يعني، بنقسمها كذا مقطع عشان نعرف ننطقها. تمام كده؟ يلا بينا. هناخد اخر مقطع فيها اللي هو كده، اول حرف فيه اللي هو سي. سي اللي هي سي بالانجلش اسمها هنا سي. سي فيها شرطه صغننه من تحت كده، الشرطه الصغننه اللي تحت دي حاجه اسمها سي. سي دي بدل ما كانت الحرف هيتنطق كاف بتخليه يتنطق سين. هتفرق معايا دلوقتي؟ مش هتفرق في اي حاجه، ركز معايا. يبقى السي، ركز بقى في قاعده النطق الجايه عندك دي، اكتبها بقى، اكتبها. حرف الآ اللي هو ده لما يجي بعديه اي يعني ايه يا ماسيو؟ اي اللي هي الاي. قال لك الاي عليها نقطة، الشرط دي عليها نقطة اسمها بالاي. اي في الانجليش هنا اسمها اي، اسمها اي. يبقى الاي في الفرنساوي اسمها اي. يبقى لما اقول لك الا يجي بعدها الاي لازم يتنطقوا الاتنين على بعض. خد بالك حاجة اسمها ايه طويلة. ايه طويلة دي تسهيلات المشي بيسهل عليك. هتتنطق ازاي بقى الحرفين دول؟ ايه، الحرفين دول يتنطقوا ايه ايه طويلة بس. فلما انطقها كلها على بعضها اقول ايه؟ سي. جميل. يبقى حرف الآ لو جه بعديه اي، يعني حرف الآ لو جه بعديه اي بيتنطقوا على بعض ايه. طب فاضل حرف الاس عندنا. حرف الايه؟ الاس. حرف الاس احنا اتفقنا ان اخر حرف في اي كلمة فرنسية ما بيتنطقش. ركز يا باشا، مش هيتنطق بس كده بكل بساطة. هي دي يا مسيو؟ يا عم هي دي. يلا بينا. الحصة الأولى بدأت تخلص على فكرة، ركز معايا. يعني احنا أصلا طالما بدأنا فيها كده خلصناها. يلا هناخد الجزء الأول منين؟ من الكلمة فرنساوي. الإف يجي بعدها إر. الإف يجي بعدها إر، حطهم على بعض كده، استهجوا، جمع واكسب. فر. جميل. ركز بقى على القاعدة اللي هي دي، اللي هي الآ والإن. حرف الآ لما يجي بعدها إيه؟ إن. حرف الآ ديت لما يجي بعدها إن. جميل. بيقول لك في قاعدة في الفرنساوي بتقول لك إيه يا بطل؟ إن الآ إن، ركز بقى خالص، إن الآ إن دي لو في حرف الآ في أي كلمة جاي بعديه إن، أو بتنطق أي كلمة برضه لقيت إن حرف الآ جاي بعديه إم، تعمل إيه هنا؟ تنطقها مثلا الآ مع الإن آن، الآ مع الإم آم. لا، أمال بعمل إيه يا عم سعيد؟ بعمل إيه يا ماشي؟ بكل بساطة أنا هريحك. هتشيل حرف الآ في خيالك كده، مش هتشيله تكتبه وتدخل على الكلمة وتقعد تحذف فيه بقى وتموته، لا. هتشيل حرف الآ، هتشيل حرف الإيه؟ الآ بكل بساطة، وتحط مكانه أو، تتخيل إن هي حرف الأو. بعد كده تاخد نص نطق، تنطق نص الحرف اللي هو الإن أو الإم. يعني مثال، عايزك تنطق لي الآ إن كده على بعضها لو شفتها في أي كلمة. هتقول آن ولا أون؟ أقول أون. ليه؟ الآ خليها أون أو، والإن ننطق نصها كده على خفيف أون. طب الآ لو جه بعدها إم أهي، أو إم تبقى أون. أنت تحس إن هي سامع الإم بس أنت مش سامعها أوي. أون، لمسة كده بسيطة من الإم. أون. جميل. بسيطة أو سهلة. يلا بينا. يلا. طب تعالى بقى ناخد نفس القاعدة أنت بتكتب معايا طبعا، نفس القاعدة على حرفين تانيين بالظبط. طب لو ركز بقى، لو حرف الإي جه بعديه إن أو إم، حرف الإي بالإنجليش اللي هو مين؟ اللي هو بالفرنساوي اسمه حرف الأو ده، يعني حرف الأو ده بقى بكل بساطة لو جه بعديه إن أو إم، بتنطق أي كلمة في الفرنش وجاي بعد حرف الأو إن أو إم، تعمل إيه يا بطل؟ هتنطقها إي مع إن تبقى إن، إي مع إم تبقى إم؟ لأ، هتنطقها زي ما أنت نطقت حرف الأو بالظبط، هتشيلها وتحط أو وتبقى أون. لو مع الإن تبقى أون. طب مع الإم أون بكل بساطة، يعني أون بس. دي بكل بساطة مش محتاجة تفكير. طيب أنت كتبت عندك القاعدتين دول، ركز معايا.
ان هنا بقى في كلمة فرنساوي يتنطقوا ايه؟ بكل بساطة؟ اقول بقى فران. طبعا اخدنا النطق الاخير اللي هي الكلمة الاخيرة اللي هي المقطع الاخير. اقول فرانسي. احنا كده اتفقنا ان الاس في الاخر ما بتتنطقش، ولا اقول فرانسي. انت صح. النطق التاني انت صح. فرنسي. طب لو انا بقى بنطق بالاغ، يعني ايه الاغ؟ حرف الاغ ده اصلا اسمه اغ. جميل. اغ. تمام، يعني الف مكسوره كده غين. اغ. طيب لو جه بعد حرف الاف بيتنطق خ. مره وانت بتنطق اي كلمه لقيت ان حرف الاف جه بعديه حرف الار، في الحاله دي ممكن يتنطق خ، تبقى فرنسي. الفرنساوي فرنسي. بس انطق انا انهي واحده؟ الاثنين زي ما انت عاوز، الاثنين صح. تمام، عشان بعد كده لما تلاقيني بنطق ما تستغربش. يلا بينا ندخل بقى على تكمله القواعد اللي احنا اديناها لك من شويه، اللي هي الا لما يجي بعدها ان او ام، حرف الاو لما يجي بعديه ان او ام برضه. طيب بص بقى، حرف الاي او اليو، حرف الا او اليو هما الاثنين زي بعض. لو لقيت الاي او اليو كلم انجلش اهو، اللي هو بالفرنساوي اسمه اي اكني نازل لتحت كده سهل. اي واليو اسمها او. الاي اسمها اي واليو اسمها او. دول لو بتنطق اي كلمه ولقيت ان حرف الاي مثلا جاي بعديه ان او ام تعمل ايه؟ تنطق الاي مع الان تبقى ان، او الاي مع الام تبقى ام؟ لا، بنطقها على بعضها، اشيل الاي او اشيل اليو. تمام كده، لو لقيت كلمه فيها اي وام جايين ورا بعض، حرف الاي جاي بعديه ان او ام، او حرف اليو جاي بعديه ان او ام في اي كلمه فرنسيه، بعمل ايه؟ بشيل الحرفين دول وكأني حطيت الف وعليها فتح. زي مثلا ارنب، اسد، اكرم. تمام كده، احسن، افضل. جميل. واخد برضو نص انطق نص كده حرف الان او حرف الام حسب الحرف اللي جاي عندي. يعني على سبيل المثال بتنطق انت اي مع ام جايين ورا بعض، اقول ايه؟ اختار انت بكل بساطه كده. اقول ام في الفرنساوي اقول ام صح. طب لو الاي جاي بعدها ان تبقى ان انت كده صح. طب اليو جاي بعدها ان، اصلا في حرف في قصدي عدد في الفرنساوي رقم واحد بالفرنساوي يعني يبقى اليو مع الان ما اسمهاش يون، لا بس. طب اليو جاي بعدها ام اهي، اليو جاي بعدها ام تبقى يوم لا، ام بشعر حاجه بسيطه كده بالام، بشعر كاني بسوق عربيه يعني. تمام كده خلصنا ايه؟ شويه قواعد كتير، فاضل حاجات بسيطه كده واحنا ماشيين هي هتيجي معانا واحده واحده. يلا بينا ندخل على ايه بقى؟ على نطق حروف الفرنسيه. ولو خلصنا نطق حروف الفرنسيه يبقى الصفحه دي خلصت، وندخل على الصفحه الثانيه اللي هي حاجه اسمها الجمله البسيطه. يبقى كده اول حصه عندك ايه؟ خلصت. يلا بينا. بكل بساطه عندنا ندخل يا باشا بقى على اللي بعده، ازاي ننطق حروف الايه؟ الفرنساوي. يلا يا عم، بكل بساطه تعالى ننطق حروف فرنساوي مع بعض. انا هنطقها لك كذا مره وانت هتلاقي الدنيا سهله وجميله. A B C D. بعد كده الحرف الجاي ده اسمه عشان تنطقه صح ما اسمهوش او، هو مش حرف الاو ولا هو او ومدي فيها كده، لا هو اسمه او. وعشان تجيبه ركز مع حركه بقي بالظبط وانت هتجيبها. اسمه جميل. بعد كده اف الاف زي الانجليش ما بتتغيرش. بعد كده جي
جي معكوسة في الإنجليش اسمها جي. هنا أش في الإنجليش هناك اسمه اتش. هنا زي أشرب، أشرقت، أشرف، أنا باخد الألف مع الشين بعد كده إي، حرف الإي بقى أهو، حرف الإي أهو اللي هو الآي، اللي هو واحد عليه نقطة، آي اسمها إي. بعد كده جي، اللي هي اسمها هناك جي تبقى A B C D E F G H I J. بعد كده كا زي كا زي حرف ده، هو زيه بالظبط كا. في الانجليش بتقول ايه؟ كي، وبرضه بتقول ايه، نفس الفكرة هنا تقول ايه؟ والكي تقولها كا. بعد كده الاربع حروف اللي جايين ورا بعض ما بيتنطقوش نطق مختلف، هتبقى ال ام ان او. الله، ده زي الانجليش بالظبط، زي الانجليزي. ايوه، ال ام ان او، ال ام ان او، ال ام ان او، ال ام ان او. طب اللي جايه بي وبي خفيفه كده، بي. ركز على الإجابة بعديها. كيو، الكيو اسمها في الإنجليش كيو. هنا كيو اعمل زي ما أنا بعمل، كيو اكسر، كيو. بعد كده اغ أكني بكسر أقول ألف غين، أو أو نطقت بده أو نطقت بده، الاتنين صح. اس ما بتتغيرش، اس. بعد كده تي هناك اسمها في الانجليش تي، هنا تي. اللي بعد كده اليو لسه واخدينها من شويه، تبقى يو كأني نزلت كده، يو حرف اليو. بعد كده حرف الفي بالانجليش هنا اسمه في. طب 2 في هناك في الانجليش حاجه اسمها دبل، هنا بقى اسمها في. جميل. يبقى في واحده 2 في. بعد كده اكس هناك اسمها اكس، هنا اكس هنا اسمها اكس. بعد كده ايجريك بس. بعد كده زد. الايجريك دي حكايتها ازاي؟ ممكن اجيبها ازاي وانطقها ازاي بكل بساطه؟ ممكن اقوم اللي هي بيضه وغين وكاف، تبقى إيجريك. ممكن أقولها بالراء تبقى إيجريك. سهلة بكل بساطة، الموضوع سهل وبسيط مش محتاج أي حاجة. يبقى نغني حروف فرنساوي مع بعض كده: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. متعملش وانا همتحن فيها عمال تعيد وتزيد فيها يا مشي وطولت وبقالك 3 أيام في الحصة ولا هتمتحن فيها ولا حاجة. بس نطقك للحروف أول حاجة هتفهم طريقة شرحي وأنا بشرح، تفهم نطقي وأنا بشرح، هتعرف تنطق بكل بساطة. فلو نطقت صح هتكتب صح، هتحفظ الكلمات صح، هتلاقي نفسك في القواعد والكلمات بيرفكت، مفيش أي حد زيك. يلا بينا. يقول لك ملحوظات: هما 26 حرف يا وحش، منهم 7 حروف متحركة: الأ والأ والإي والأو والأو والأش والإجراك. خد بالك كده، هما من الآخر حروف أيو زائد اتش وواي. في الإنجليش أنت لما المدرس كان بيشرح لك الإنجليزي يقول لك إيه؟ الحروف المتحركة عندنا حروف أيو اللي هي مين؟ الإي والإي والأو واليو والآي، صح؟ هنا نفس الفكرة برضه، اللي هي مين؟ إي بقى اللي هي الآي، إي أو اللي هي اليو، زائد مين؟ زائد اتش واي، تبقى زائد اش إيجريك. تمام؟ الحروف المتحركة 7 في الفرنسية: اش إيجريك والحروف أيو أو أيو زائد الاتش والواي. تمام. يلا بينا بقى ركز في اللي جاي.
الأش، حرف الإيه؟ الأش. بيقولك تيجي في كلمات ساكن وفي كلمات متحرك، بتيجي في كلمات ساكن وفي كلمات متحرك وما بتتنطقش، ما بتتنطقش. هي إيه اللي بتيجي في كلمات ساكن وكلمات متحرك؟ مش علينا دلوقتي، بس بكل بساطة أحب أقولك إن حرف الأش دي، حرف الأش بكل بساطة إن هي بتيجي الاتش دي، يعني بتيجي في كلمات ساكن وفي كلمات متحرك. مرة في كده في كلمة تلاقي إن حرف الاتش ده الأش ساكن في الكلمة دي، حرف ساكن في الكلمة دي. مرة تانية تلاقي حرف متحرك في الكلمة دي، حرف ساكن هنا مثلا وحرف متحرك هنا. هناخد الأمثلة عليها إن شاء الله مع بداية شغلنا في الحصص الجاية. هتلاقي إن كلمة هنا مثلا كلمة زي كلمة رول، كلمة زي كلمة بطل، وهكذا في كلمات كتير. تمام؟ هنيجي مثلا نقول حرف الأش هنا ساكن ولا متحرك ونبدأ نشتغل عليه. لكن دلوقتي مش عايزين، أنا عايز أعرف إن هي مرة بتيجي ساكن ومرة بتيجي متحرك. تمام؟ ما بتتنطقش إزاي؟ أنا مثلا في الإنجليش بتتنطق أقول إيه؟ هالة، هالة، هدير، 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 هالة. تمام؟ حتى مثلا كلمة بطل بالإنجليش اسمها إيه؟ هيرو، هي اللي هي اله الاتش، هيرو. لكن هنا حرف الأش ما بيتنطقش، حرف الأش ما بيتنطقش في أي كلمة فرنسية. تمام؟ جه في الأول، جه في النص، جه في الآخر، ما بيتنطقش. ودي قاعدة مهمة محتاجك تركز معايا فيها يا بطل. يلا بينا على الصفحة اللي بعدها واديله. يلا. الصفحة اللي بعدها بيقول لك ايه بقى؟ تكوين الجملة البسيطة. كده احنا قربنا نخلص على فكرة جامد يعني. الجملة البسيطة باللغة الفرنسية، الجملة البسيطة باللغة الفرنسية. بكل بساطة أنا هنا مش هطول عليك كتير، أنا هشرح لك بس حاجات بسيطة قوي. الجملة البسيطة عندنا بكل بساطة، تعالى نقرأها مع بعض بقى، نطبق النطق اللي احنا عملناه مع بعض. اللي مع الآ تبقى لا، اللي مع الآ تبقى لا. جميل. بعد كده البي والأش، البي والأش احنا بنطبق البي والأش يستخدموا بمعنى ف، والآر تبقى فرا، فرا. حط الآ، فرا، 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 تبقى لا، فرا. جميل. الاس من حرفين متحركين، اكتب عندك القاعدة دي. الاس لما تيجي بين حرفين متحركين تتنطق زد، الاس لما بتيجي بين حرفين متحركين بتتنطق زد. جميل. تبقى لا فراز، لا فراز، لا فراز، فراز اللي هي فراز. وحرف ال اللي في الاخر طبعا ما بيتنطقش. فراز يعني الجمله البسيطه. البسيطه اول حاجه فيها حرف ال اللي في الاخر ما بيتنطقش. بعد كده اس واي وام. اتفقنا ان الاي ام، ان الاي جه بعدها ام تبقى سم ولا سام؟ سام. سامبل، 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 سامبل. لا فراز سامبل الجمله البسيطه، وهكذا. كل اللي انت اخدته بقى بطل شويه من شويه معايا هتلاقيه جاي هنا واحده واحده. اللي انت اخدته بيتكرر واحده واحده. تمام؟ وطبعا احنا ما خدناش كلمات كتير، ده من ضمن الشرح. بيقول لك ايه في الجزء ده بقى يا بطل؟ هنتعلم مع بعض ازاي نكون جمله في اللغه الفرنسيه. يلا بينا. الجمله يعني لا فراز، والجمله اجزاء 3 حاجات: فاعل وفعل ومفعول. الجمله اجزاء ايه؟ اجزاء الجمله فاعل، فعل، مفعول. تمام؟ تعال الاول كده نقراهم بالفرنسيه ونشوفهم هيطلعوا ايه. هل انت مطالب في الصفحه دي تحفظ حاجه؟ لا، انت مطالب بس تطبق اللي انت اخدته في النطق، تطبقه على هنا وتبقى فاهم الجزء اللي بتشرح برضه. تمام؟ تمام. فاعل يعني سوجي، سوجي. طب ازاي؟ الاس مع حرف الاو، اللي احنا لسه واخدينه اسمه سو، سو. بعد كده جي هناك بالانجلش هنا اسمها جي، تبقى سوج، سوج، سوج. جميل. وخدنا حاجه اسمها ان الاو تي، حرف الاو تي، ان الاو والتي لما يجوا ورا بعض بيتنطقوا اي، تبقى سوجي، سوجي، سوجي. سهل كده؟ سهل كده والله. يلا بينا ندخل على كلمه فعل بالفرنسيه. فعل بالفرنسيه مش محتاج نطق خالص، حرف الاو اللي في الاخر مش هتتنطق، هو اسمه فيرب، 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 فيرب. يعني ايه؟ يعني فعل. ركز بقى على حبيب الشعب المفعول، سهل جدا برضه. مفعول يعني اهو، هنسترجع مع بعض. السي والاو والام تبقى كوم، كوم. حط البي، كومب، كومب. انا بقول لك انا بص بجمع. حط ال، كومبل، كومبل. ركز بقى على اللي جاي، عندنا قاعدتين. حرف الاو لو جه عليها شرطه يمين هتتنطق ايه قصيره، ايه. طب لو جه عليه شرطه شمال هتتنطق ايه طويله،
يبقى حرف الأو لو جه عليه أكسون يمين دي اسمها أكسون تيجو، وأكسون اللي هي شمال دي اسمها أكسون غاف. تمام كده؟ كل واحدة لها استخدام، بس أنا مسهلها لك بالعربي وبالعامية المصرية قوي. حرف الأو لو جه عليه شرطة يمين يتنطق إيه، لو جه عليه شرطة شمال برخي أعصابي كده وبتطول شوية جميل. يبقى لما انطق كلمة مفعول انت بتسجل، خلي بالك الملحوظتين دول، اتفقنا ان في الاول انت معاك ورقة وبتسجل عليها. تمام كده؟ يبقى لما انطق كلمة مفعول بقى اقول ايه؟ كومبل، حط حرف الأو اللي عليه شرط يمين، كومبلي، حط الام، كومبلم، ولسه واخدين دي من شوية يا بطل، اللي هي الآ أو الأو لو جه بعديهم إن أو إم أقول إيه بقى؟ كومبليمن إن الإي والإن اتنطق إن ولا تبقى كومبليمون. طب وحرف التاني في الآخر هل هيتنطق؟ لا مش هيتنطق. تمام كده؟ تبقى المفعول يعني كومبليمون يعني مفعول. كده بكل بساطة الدنيا هتلاقيها سهلة جدا وواضحة جدا بكل بساطة. كده لو انت مستواك صفر كان صفر دلوقتي مش صفر. يلا بينا ندخل على أول حاجة في الجملة اللي هو الفاعل. أول حاجة في الجملة مين؟ الفاعل. بكل بساطة بقول لك الفاعل أول كلمة في الجملة من على الشمال. أنا بغنيها لك أهو بالعامية خالص أهو. هو أول كلمة في الجملة من على الشمال الفاعل، أول كلمة في الجملة من على الشمال، وممكن يجي في شكلين يبقى الفاعل ده ممكن يجي في حاجتين، ممكن يبقى اسم أو ضمير، اسم أهو أو ضمير. يبقى أول كلمة في الجملة مين؟ أول كلمة في الجملة من على الشمال مين؟ الفاعل. طب الفاعل ممكن يبقى حاجتين، اسم أو ضمير. ركز في الاسم بيكون حاجتين، يا اسم علم يا اسم عام. خلينا في العلم ده اللي هو اسم سعيد، إبراهيم، علي، سامي بكل بساطة. طيب يلا بينا. منى، سلمى، عائشة، جمال، إبراهيم، ده اسم علم. طب الاسم العام اللي هو مش بيخص حاجة معينة، اسم عام، أب، أم، مدرسة، قلم، أيباد، كتاب، نوتة، وهكذا اللي هي النوتس يعني. يلا بينا. زي مثلا كلمة أب يعني إيه بالفرنساوي؟ كلمة أب يعني ان بير. نطقتها ليه طب كده؟ اليو مع الان بتنفع أداة نكرة وبتنفع رقم واحد. اليو مع الان بتنفع أداة نكرة وبتنفع أداة تمام، وتخلي الكلمة نكرة زي هي ما هنا كده. ودي هناخدها الحصة الجاية إن شاء الله، عشان برضه لو أنت مش فاهم ما تسبقش الأحداث. كل حاجة هناخدها بالتفصيل الممل من هنا للكاميرا دي بكل بساطة. بعد كده أب يعني بير. نطقته ليه طب كده يا ماسيو؟ بكل بساطة حرف الأو ده ما بيتنطقش. الأو عليها شرطة يمين ولا شمال؟ شرطة شمال، والشرطة الشمال تخليها تنطق تبقى أمبير بس بكل بساطة. يلا يا عم الماسيو. تمام. بعد كده كلمة مدرسة بالفرنساوي مؤنث، والكلمة المؤنث بالفرنساوي نحط لها اون. يبقى الآن مع الكلمة المذكر، اون مؤقتا مع الكلمة المؤنث، مؤقتا لحد ما ناخد الحصة الجاية، الشرح الجاي. تمام. يلا اون جميل. اون 10 على 10. مثلا زي كلمة مدرسة، تعالى نستهجها مع بعض. الأو على شرطة يمين بتتنطق تمام. بعد كده إيكول، وحرف الأو الأخير خد بالك مش هيتنطق. اون إيكول مدرسة. كده بكل بساطة خلصنا مين؟ الاسم. يبقى أي اسم في الدنيا ينفع فاعل. أي اسم في الدنيا ينفع فاعل، والله ينفع فاعل. ركز يا باشا. الفاعل خدنا إن هو اسم وضمير. ركز بقى على الضمائر عندنا يا باشا زي إيه؟ بكل بساطة الضمير ده سهل أوي على فكرة. الضمير ده زي ما أنت بتقول كده بالإنجليش أي، أنا، هي، هو، شي يعني هي. تمام وتكمل. طب في العربي أنا وإنت وهو وهي ونحن وأنتم وهكذا. نفس الكلمة بالفرنساوي. في ضمائر عندنا بالفرنساوي، عندنا في الفرنساوي ضمائر. يلا بينا. أول ضمير عندنا اسمه جو. أنا يعني جو. جميل. طب أنت يعني تو. أنت يعني تو يعني أنت.
tu tu ودي اكن حرف التي ضرب حرف اليو عشان ده حرف كبير وده صغنن فضربه فخلاه يعيط فالتاني بيطلع صوت بيعيط tu tu طيب بعد كده هو يعني il واكسرها كده لان اي مع ال تبقى il طب هي افتكرها بنطق حرف ال هي يعني ال هي ال طب نحن on ما اقولش on ها خد بالك on في الانجليش هنا on طيب نحن الضمائر الجمع الاس اللي في الاخر مش هتتنطق تبقى نو تبقى انتم فو هم يعني il منطقش الاس انا عايزها بقى عايز هو عن هم اخرها اس يعني هم طب ال اخرها اس يعني هن اخرها اس اغاني الضمائر je tu il elle on nous vous il و elle اخرهم اس كده بكل بساطه خلصنا الجزء بتاع مين خلصنا الجزء بتاع الضمير ده هو الفاعل ملحوظه خد بالك بقى الضمير ده اللي هو ده بمعنى نحن او المرء او الناس يبقى معناه ايه نحن او المرء اللي هو الانسان او الناس نحن او المرء او الناس يعني من الاخر معناه نحن ولكن في التصريف على طول بيمشي مع مين مع إيل وآل مش فاهم يا باشا بص هو معنى نحن تمام كده المعنى بتاعه نحن او المرء اللي هو الانسان او الناس سيبك من المرء والناس ديت انا هحطها لك انت جايبها لك انت لنفسك معناه بالفرنساوي كشغل وكشرح نحن طيب معناه نحن وفي التصريف بيساوي إيل وآل يعني ايه لكن في التصريف بيمشي على طول مع إيل وآل يعني لما تيجي نحل قواعد بعد كده اي حاجه هتنطبق على الإيل والآل هتبقى زيها مين زيها اون زي اكنه بيشبط فيهم كده اي قاعده هتنطبق على الإيل والآل هياخد زيهم مين الاون بكل بساطه وكده انت كده مفيش حاجه خسرتها ومفيش حاجه مش فاهمها دي مؤقتا عبال ما ندخل في القواعد زياده اول ما ندخل في القواعد اقول لك فاكر لما قلت لك الإيل بتساوي الآل بتساوي الاون هتقول لي ايوه بس كده يلا بينا يبقى كانت اول حاجه في الجمله الفاعل وخلصنا الفاعل وقلنا الفاعل اسم او ضمير تاني حاجه في الجمله ودي اساس الجمله بقى يعني دي اساس الجمله تاني حاجه في الجمله مين الفاعل وانا هكتب لك عليه هو اساس الجمله يعني من خلاله بحدد معنى الجمله وكمان اعرف هي في زمن ايه بكل بساطه يا جماعه لو اديتك مثال قلت لك الولد ياكل الولد يشتري المدرس يشرح لو قلنا الجمله مثلا الولد الجمله كده ايه ملهاش معنى مفيش جمله اصلا لكن لو قلت لك الولد ادي فاعل ياكل الفعل يبقى الولد بياكل كده حددنا معنى الجمله الولد بياكل طب عرفنا في زمن ايه مضارع ده الولد بياكل دلوقتي طب لو قلنا الولد مشى الولد لعب الولد سافر بس يبقى كده الجمله في المضارع ولا في الماضي لا تبقى في الماضي سافر لعب اكل بس يبقى انت كده فهمت يبقى الجمله بتاعت الفرنساوي اهم حاجه فاهمين الفعل بيحدد لي ايه حدد لي معنى الجمله بعرف معنى الجمله وكمان بعرف هي في زمن ايه مضارع ولا ماضي طب الفعل ده عندنا 3 مجموعات كل مجموعه فيها شويه افعال معينه بتمشي بنفس الطريقه يعني الفعل بالفرنساوي كده متقسم ل3 عائلات كل عيله كده لها ثقافه معينه فيها ناس معينه بيعملوا حاجات معينه بيلبسوا لبس معين بيمشوا بطريقه معينه نفس الفكره بالظبط كده الموضوع سهل بالنسبه لك قوي يلا بينا المجموعه الاولى مثلا وعشان اعرف المجموعه الاولى دي هي كل فعل اخره ار يبقى اي فعل في الفرنساوي اخره اي ار يبقى مجموعه اولى والاي ار بالظبط كده بتتنطق ايه على بعضها اكتب عندك ملحوظه ان الاي ار في الفرنساوي بتتنطق ايه برضه ايه قصيره ايه يعني ما قلتش الاي ار في الفرنساوي ار لا اي جاي بعدها ار بتتنطق على بعض ايه يبقى المجموعه الاولى هي كل فعل اخره ار المجموعه الاولى هي كل فعل اخره ار جميل طب ار بيتنطقوا ايه طب كذا مثال الامثله دي مثلا انت هتقولها عشان احفظها كده قلم وورقه وكتابه لا طبق عليها بس النطق وافهم بس مش اكتر تمام كده يلا بينا فعل يحب تعال نطبق عليه كده اول حاجه هو اخره اي ار يبقى كده مجموعه اولى ولا لا مجموعه اولى وده مجموعه اولى وده مجموعه اولى وده مجموعه اولى طيب يحب يعني لسه قايلين ان لو جه بعدها اي لو جه بعدها اي بتتنطق ايه طويله
ايه ايه، يبقى دي ايه طويل. تمام. بعد كده ام، بعد كده الاو ار لسه قايلنا بتتنطق ايه قصيره، تبقى ايمي 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 ايمي، يعني فعل يحب. طب بعد كده ادو، استهجى معايا، ادوري ادوري ادوري، يعشق. طب فعل يفضل، ركز بقى في الفعل ده. انت عندك حرف الاو لو جه عليه شرطه يمين بيتنطق ايه، تمام. والاو التانية لو جه عليه شرطه يمين بتتنطق ايه، تمام. والاو ار اصلا بتتنطق ايه. يبقى انت عندك الفعل ده فيه 3 ايه، تبقى بري في ري، بري في ري، بخي في غي، اسهل فعل. طيب يتحدث يعني، الاو ار في الاخر هتتنطق ايه، تبقى باغ، باغلي، بارلي، بارلي، بارلي. وصدقني انت كده لو بتنطق معايا في سرك كده وانت بتردد معايا وانت بتسمعني دلوقتي يبقى انت عايش، والله ينور عليك. المجموعة التانية بقى بكل بساطة هي كل فعل اخره ايه، اي ار، اي ار، اي ار، اي ار، يعني اي ار. كل فعل اخره اي ار يبقى مجموعة تانية. زي فينير، 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 فينير يعني فعل ينهي، يخلص يعني. بقى ركز بقى في اللي جاي ده. الاو اي، حرف الاو لو جه بعدها اي بيتنطق واو. حرف الاو لو جه بعديه اي، الاو والاي، او اي او اي بيتنطق واو 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 واو. ركز عشان فيها حاجات كتير قوي النهارده. تمام. شوا، شوا، يبقى السي مع الاش، السي مع الاش شين. بعد كده وا، الاو مع الاي تبقى وا، شوا شوا شوا. بعد كده الاس، الاس جايه من حرفين متحركين خد بالك، ها هتبقى هنا زد. choisir 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 choisir، يختار، يختار يعني فعل choisir. أما الفعل اللي جاي ده فعل يعاقب، يعاقب يعني punir، pu البي مع الأو تبقى pu punir punir. ممكن نقول punir punir يعني فعل إيه، يعاقب. بس يبقى كده المجموعة الأولى مش مطلوب منك حاجة النهاردة غير إنك تعرف إن كل فعل آخره ار. المجموعة التانية كل فعل آخره اي ار. المجموعة التالتة بقى بكل بساطة هي الأفعال اللي آخرها إيه، ار اي أو او اي ار، ار اي أو او اي ار بس. زي مثلا اتر، 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 اتر يعني يكون، اتر حرف الأو اللي فيه في الآخر ما بيتنطقش. فعل فاعل يعني يمارس، فعل فاعل يعني يمارس. نطقته ازاي اهو، اف مع الا اي تبقى اي طويل، فار، فار، وحرف الأو اللي في الآخر ما بيتنطقش، فار، فار. جميل. بعد كده متر، يضع دي متر، 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 وحرف الأو برضه اللي في الآخر ما بيتنطقش. طب ركز على الحل اللي جاي، افوار، ادي استهجى معايا، اف، 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 والاو اي بتتنطق ايه، و، افوار، افوار يعني يمتلك. طب ركز في اللي جاي، بو، بو، بوفوار، بوفوار، بوف وار، بوفوار يعني يستطيع. طب اللي جاي اهو، الاس مع الا تبقى سا، حط الفي، ساف، ساف، حط الاو اي، سافوار، سافوار، سافوار يعني فعل ايه، يعرف. بكل بساطة كده خلصنا مين، الفعل. يبقى انت عندك بكل بساطة الجملة بتتكون من فاعل، بعد كده فعل، بعد كده مفعول بس. الجملة بقى دي بكل بساطة معانا الدنيا سهلة فيها قوي. هنركز. المفعول بقى تالت حاجة في الجملة اللي بيكمل معنى الجملة، وممكن يجي في كذا شكل. ممكن يبقى مفعول مباشر أو غير مباشر، وكمان ممكن يبقى مفعول ظرفي يعني بيعبر عن مكان أو زمان. يبقى الجملة في الفرنساوي بتتكون من فاعل، فاعل، مفعول. آخر حاجة في الجملة المفعول، ده أسهل حاجة، ده اللي بيكمل معنى الجملة. يكمل معنى إيه الجملة؟ الولد يأكل الجبنة، الأب يشتري المانجا، سعيد يتكلم إلى علي. يبقى أنت كل حاجة فاعل، فعل، والمفعول اللي بيكمل الإيه، الجملة بس بكل بساطة. ممكن يبقى مباشر وغير مباشر أو ظرفي اللي هو زمان أو مكان، بيعبر عن زمن أو مكان. بكل بساطة كده مفيش أي مشكلة. إيه الفرق بين مباشر وغير مباشر والكلام ده مش دلوقتي، أنت كده كده في خلال الحصص الجاية هتلاقي نفسك عارف الفرق بينهم، ما تستعجلش. يبقى المطلوب منك النهاردة إنك تعرف الجملة فاعل، فاعل، مفعول، شوية أمثلة وخلاص. طيب يلا مثال على الجملة دي مثلا. الجملة دي مفعول مباشر أهو. إيل يعني هو، إيل، ام يعني يحب لو فوتبول، لو فوتبول هو يحب كرة القدم، هو فاعل،
ام يعني يحب الفعل، ام يحب الفعل، لفوتبول اللي هي كرة القدم المفعول، هو يحب كرة القدم. بس الجملة دي هنا مباشر ليه؟ علشان هو يحب كرة القدم، لأن النقطة دي كده المفعول المباشر ما بيجيش قدامه حرف جر، أما المفعول غير المباشر بيجي قدامه حرف جر. عايز تعرف الفرق بين الحتتين دول في الوحدة الأولى في منهج تالتة اللي هي كمان شهر تقريبا هناخد الكلام ده. يلا بينا. وبعد كده هتعرف الفرق بين المفعول المباشر وغير المباشر والظرفي وهكذا. مش عاوزك تستعجل، الصبر مفتاح الفرج مش مفتاح 13، خد بالك. كده خلصنا حصتنا النهارده بكل بساطه. انت ايه المطلوب منك بقى بكل بساطه؟ تقرا بس، تسمع الحصه وتقرا، ولو انت سمعت الحصه بتركيز ولا تقرا ولا تعمل حاجه انت كده هتودينا في داهيه. بس لا ما تقلقش، ان شاء الله خير وربنا يوفقكم باذن الله. لو اي حد من صحابك ضايع في الفرنساوي تنصحه بالمنصه، لان المنصه عامله شغل جامد جدا جدا جدا، وان شاء الله خير. ما تنساش بقى تطلب الكتاب بتاعك وتسمع دروسك وتذاكر، وما تراكمش حاجه عليك، ما تراكمش حاجه عليك. انا منزل لك الحصه في نفس الميعاد اللي بينزل فيه الزوم، نفس الحصص اللي بينزل فيها اللايف اللي هي الطلبه اللي معانا لايف، بنزل لك الحصه نفس الحصه بتنزل معاهم. فانا كده مش براكم عليك ولا باخرك، فانت ما تتاخرش عشان ما تراكمش على نفسك. ولو حسيت النهارده او بكره او الحصه الجايه او الشهر الجاي ان انت هتراكم، تعالى لي وكلمني عشان ادخلك في جروب لايف تلحق نفسك يا وحش، لان انت لو معايا في اللايف هتتابع ومش هتكسل. لو احتجت اي حاجه كلمني، لو واقف معاك اي سؤال كلمني، وبالتوفيق ان شاء الله. ما تنساش تطلب الكتاب بتاعك عن طريق رقم 012 02 15 80 24، ده اللي هو رقم الواتساب. بعد كده لو انت اصلا اخدته خلاص، لو مش عايز تاخده من عن طريق رقم الواتساب هتلاقيه تحت على المنصه، تدخل هتلاقي اشترك كتاب، هتشتري الكتاب هتدفع المبلغ بتاعك. شكرا، الموضوع سهل جدا جدا جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.